ضيفة النهاردة شخصية غامضة، جدع وبنت بلد، وفي نفس الوقت دخلت في جدل كتير على السوشيال ميديا. حصلت بينها وبين شخصية كانت تعتبرها أختها أزمة كبيرة واتهامات بالخيانة. النهاردة مش جايين نحكم، جايين نسمع الحقيقة منها هي. معانا ومعاكم الأخت سما يوسف. ايه سبب خلافك مع امل مصلح بعد ما كنتي بتساعديها في امور كتير وكنتي بتعتبريها زي اختك زي ما انت قلتي؟ يعني ايه سبب خلافك؟ سبب الاختلاف بيني وبين أمل كان الشك خلانا أنا وأمل وصلنا لمرحلة إن مفيش رجوع تاني. بدأت تشك في كل اللي حواليها. فهمتها كتير إن إحنا ملناش مصلحة على اليوتيوب، ملناش حد على اليوتيوب، ما نعرفش حد. إيه، ما كانش فيه في دماغها غير مثلا قلته ووعدته معرفش ايه. طب يا ستي، مين اللي قالك الكلام ده؟ طب اللي قالك احنا. طب انت قلت لنا احنا بس الموضوع ده. تقول لك لا، انا قلت لكم وقلت له فلان او علان. طب اسالي فلان او علان. فللاسف حتى كانت بتيجي تعرف الحقيقه ان الموضوع اتقال. انا بكلمك عني انا شخصيا، اتقال بعيد عني وكده. بتكتشف الحقيقه وبتعرف ان هي كانت غلطانه، ما بتجيش تراضي عادي بقى، اللي حصل حصل وبتسكت وكده. طب انا استحملت عصبيه واستحملت غضب واستحملت زعيق و... وانت حتى لما عرفت ان الحوار بعيد عننا ولا اكن حاجه حصلت. حاولت كتير افهمها، يعني بلاش الاسلوب ده، مهما ان كنا بنستحملك عشان بنحبك، مش عشان اي حاجه تانية. واحنا فعلا كنا بنستحملها عشان حبنا ليه. او انا عامه عن نفسي، انا استحملت كتير عشان حبي ليها، لان فعلا كنت بحبها. كان صعبان عليا اسيبها لوحدها. كنت عارفه ان المرحله كلها بتاعت اليوتيوب دي مش هيجي من وراها غير وجع القلب. ما كنتش حاسه يعني اللي حواليها، كنت حاساهم يعني اسبابهم معروفه. يا فلوس، يا اما عشان امل معانا، يا اما عشان ينتقم من شخص على حساب امل. فما كنتش حابه كل الليله دي كلها، مش حاسه ان في حد يعني معاها بقلبه بجد. مجموعه الفيسبوك حتى البنات اللي كانوا مع امل حبوها بجد. حتى اللي اختلفت معاهم حبوا امل بجد على فكره. بس هي مسألة غيرة، مسألة مثلا فتن حصلت، مسألة حاجات كتير قوي حصلت وصلت بينا الحال. إن الرجوع بقى صعب. في عشرة وأيام حلوة وأيام مرة وضحك وعياط وهزار وحاجات كتير قوي كانت بينا. يعني ما كانتش تستاهل إن احنا في لحظة نطلع على بعض في يوم من الأيام. ومع ذلك أنا ما زلت لحد دلوقتي بعزها وبزعل عليها ما كنتش اتمنى لها كل اللي بيحصل دوت يحصل فيها. لا بالعكس، انا كنت بتمنى لها حاجه افضل من كده.